السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا واخواتنا واساتذتنا في المجال. اغلب الناس بتدخل تسالنا الماكينه دي بتاعت ايه؟ طيب تعالى نقول الماكينه دي بتاعت ايه؟ الماكينه دي قطع بلوطه بتقص الاستيكرز اللي بيستخدم في الحنه والريزن، وممكن احطه على خام احفور وعلى الازاز. برضك نفس النظام برمله اعمله، ممكن استخدمه في مجال كماليات السيارات والدعاوي الاعلان. يعني ده وظيفته بيقص استيكرز، وبيجي معاه قلم لكتابه اللوحات. يعني تقدر النهارده توظفه من مشروع في البيت، تقدر تشتغل عليه مشروع صغير. طب هيحتاج ايه عشان اشتغل؟ محتاج جهاز كمبيوتر. مواصفاته ايه؟ ابسط مواصفات تلاقيها. طب محتاج ايه تاني؟ محتاج الاستيكرز، محتاج الفينيل اللي حضرتك هتحطه عليه تشتغل. الفينيل ده انواع وماركات وقصص. طيب حضرتك النهارده هتشتغل في مجال الريزن، احنا بقى نبدا نرشح لك الفينيل ده اللي يمشي معاك. عايز دهبي وعايز نيكل وعايز ليزر. طب انا هشتغل في مجال السيارات، كماليات السيارات، لا يا فندم، خد الالوان الاساسيه الاول وبعد كده كمل بقيه الفوسفورات وكده حسب طبيعه عملك. مجال الدعايه والاعلان حسب طلب العميل. مجال حفر وخام والازاز تمام الكلام، ده ملوش اختيارات. ده حضرتك بتاخد ابسط خامه واقل خامه في السعر عشان تخدم العميل، لانك بعد ما بترش تحط ميه النار عشان تحفر وخام او ترش رمل، بتشيل الاستيكرز ترمي. دي وظيفه القطع بلوطه او الوظيفه المعهوده للماكينه دي. ونتمنى نكون شرحنا. لو في اي اسئله اتفضلوا مع حضراتكم. شكرا جزيلا.